في حد كتب لي تعليق علق في دماغي قوي وعايز ارد عليه، بس الاول عايز احكي قصه. من سنه ونص كده كنت باخد ورشه تمثيل مع مخرج مشهور قوي. هو مخرج وكاتب وحاجات كبيره كده يعني، تمام. واحنا كنا في الورشه مش بنمثل بس، كنا بنكتب المشاهد اللي احنا بنمثلها مع بعض، تمام. ما كناش بناخد يعني مشاهد اوريدي معروفه او كده ونمثلها، لا كنا بنكتب وبعد كده كنا بنمثل احنا المشاهد دي، تمام. فانا كنت بكتب المشاهد اللي انا بمثلها. في يوم كتبت مشهد ووقفت امثله مع واحد صاحبي، مع واحد يعني من اللي كان معانا في الورشه، قدام المخرج ده، تمام. بعد المشهد خلصنا المشهد، قال لنا رائع، راح سأل سؤال: مين اللي كتب المشهد؟ انا اللي كنت كاتبه. اللي كان بيمثل معايا المشهد قال له ايسر اللي كتب المشهد. فانا علشان ده تفكيري وقتها او في الموقف قلت له، وخلي بالك هو برضو ساعدني وهو عدل حاجات ومش عارف ايه، لان انا اللي هو مش كل حاجه ايسر في جماعه في جروب، وطالما هو مثل معايا يبقى هو ادى حد فاهم حاجه، ده تفكيري يعني. فبعدين قال لي ايسر انت تمثيلك حلو قوي بس ما تكتبش تاني. فانا اللي هو ايه، غريبه يعني ان انت تقول حاجه شبه كده، بس وقتها اللي هو قلت ماشي قشطه، ده رايك، تمام. طالما عجبك التمثيل انا هنا علشان امثل، تمام. انا هنا مش عشان اكتب، انا هنا عشان امثل. فطالما عجبك الحاجه الاساسيه اللي انا هنا عشانها، جامد، حلو، تمام. المهم خرجنا اليوم ده من الورشه زي ما كنا بنعمل دايما، مش عارف ايه، ماشيين في الشارع الساعه 4 الفجر انا واصحابي وكده. فبعدين واحد كاتب بقى قال لي ايسر خلي بالك المشهد كان حلو. قلت له ما انا عارف المشهد كان حلو، وهو كاتب ده بقى دي شغلته بقى. قال لي المشهد كان حلو وعجبني ومش عارف ايه، ممكن يحصل له شويه اديتس بس المشهد حلو. قلت له عادي. قال لي انت متضايق، انت زعل؟ قلت له يا حبيبي مش زعلان ولا متضايق، عادي طالما عجبه التمثيل، دي اهم حاجه، تمام. المهم بعديها باسبوعين تقريبا صاحبي ده اللي هو كان بيمثل معايا المشهد، تمام، قال لي ايسر انا في دماغي فكره مشهد بس مش عارف اكتبه، ممكن تكتبه لي؟ قلت له يلا بينا. المهم كتبت له المشهد، وهو كان مشهد واحد بس اللي بيمثل، تمام. هو صاحبي ده اللي قال لي اكتب لي المشهد. فالمهم كتبت له المشهد وبعته له ودخل يمثله قدام نفس المخرج والكاتب المشهور ده. فراح سأله نفس السؤال، قال له مين اللي كتب المشهد؟ قال له انا. قال له عظيم عظيم، ركز في الكتابة. طلعنا نفس اليوم، احنا بنطلع نمشي، كنا بنمشي وقت كبير كده لحد مثلا الساعة 5 ولا حاجة، وبعد كده كل واحد يروح ومش عارف ايه. فالمهم صاحبي اللي هو الكاتب ده، ايسر انت مين اللي كتب المشهد؟ قلت له انا اللي كتبت المشهد. قال لي ازاي ومش عارف ايه، ازاي يبقى يقول كده المره اللي فاتت والمره دي ومش عارف ايه. قلت له عادي، قلت له انا مش متضايق يا حبيبي، عادي ايزي، طالما انا عارف قدرتي، او طالما انا عارف انا بعرف اعمل ايه وما بعرفش اعمل ايه، انا مش متضايق ان اي حد مهما كان يقول لي انت بتعرف تعمل ايه او ما بتعرفش تعمل ايه، تمام. والوقت يعدي، وسنه ونص، الكلام ده من سنه ونص، اوكي. والوقت يعدي وكله تمام. من حوالي اسبوع او اسبوع وشويه كده، المخرج المشهور ده شغال على حاجه دلوقتي، تمام، وبيعمل حاجه دلوقتي حاليا، عمل بقى سينمائي تلفزيوني مسرحي، انت شوف، تمام. فبعدين ايه، حد بعت لي السكريبت. الاقي المشهد اللي انا كتبته، اللي انا مثلته مع صاحبي، او المشهد اللي هو قال لي ايسر انت ركز في التمثيل او انت بتعرف تمثل كويس بس ما تكتبش، نقله حتى بالاسامي. انت يعني مثلا تعالى مثلا نقول ان المشهد ده كان بيمثله، او اسم الناس في المشهد، اسم الممثلين في المشهد، اسم الكاركترز محمد واحمد، تمام، نقله بالاسم، يعني حتى كاتب محمد واحمد نقله بالاسم. فبعدين ايه، انا حتى اول ما شفت السكريبت، اول ما شفت السيناريو، بعته لاختي واخدت سكرين، عشان طبعا انا عارف انا بعمل ايه وعارف الحاجه اللي انا عاملها بنفسي، وهي لسه موجوده عندي في التليفون في اليوم بالظبط اللي انا كتبت فيه المشهد من سنه ونص، تمام. فبعدين رحت داخل باعت عامل التاريخ من على النوتس اب، ورحت عامل التاريخ بتاع السيناريو وبعته لاختي، قلت لها شايفه الحرامي عمل ايه؟ قالت لي وانت هتعمل ايه؟ قلت لها عادي مش هعمل حاجه. المهم بعديها بشويه بعت نفس الحاجه دي لاصحابي اللي كانوا معايا في الورشه. ايسر هتعمل انت زعلان ومش عارف انت مش انت ازاي مش متضايق؟ انت اطلع اعمل فيديو، اطلع مش عارف ايه، اشتمه، اطلع قول حرام، انت معاك الدليل والحاجات دي كلها. قلت لهم يا جماعه لا، انا مش هعمل كده.
واديك انت اهو اخدت بروف ان انت بتعرف تكتب ومش عارف ايه. قلت لهم يا جماعه انا عارف اوريدي من قبل ما اي حد يقول لي انا بعرف ايه وما بعرفش اعمل ايه. نيجي بقى للتعليق ده، ارجوك كفايه، انا شفت مستقبلي في 10 دقائق. لو قصدي يعني مستقبله مش كويس او الامور بتاعته مش هتظبط الى اخره يعني. وانا عايز اقول لك حاجه، اوعى تخلي اي حد مهما كان فيديو مدته 10 دقائق يخليك تشك في نفسك او يخليك حتى تحس ان هو ايه ده مستقبلي او البلانز بتاعتي او خططي او طموحاتي ممكن ما تظبطش علشان تجربه شخص ما ظبطتش. انا بحكي قصتي، وفي حاجه عايز اقولها لك الاول يا حبيبي، قصتي مش قصتك وطريقي مش طريقك. مش معنى اني بحكي حاجه حصلت معايا حتى لو بالنسبه لي الحاجه دي ما كانتش تجربه كويسه او تجربه ما كملتش، ده مش معناه ان تجربتي هتكون تجربتك. فاهم عايز اقول لك ايه؟ مش معناه خالص ان اي جزء، حتى مش تجربتي كلها او قصتي كلها، ده جزء من حياتي. يعني القصه اللي انا حكيتها او اي موضوع بيحصل في حياتي او اي قصه موجوده في حياتي بتبقى جزء من حياتي الكبيره. كل حد عنده حياه كبيره قوي، مش معنى ان فيها تفاصيل صغيره ما ظبطتش او قصص او تشابترز في القصه الكبيره دي كلها ما ظبطتش، ده مش معناه ان نفس التشابتر ده لو انت عايز تطبقه ان هو مش هيظبط معاك. فاهم عايز اقول لك ايه؟ لان في حاجات تانية كتير ظبطت معايا زي ما في حاجات تانية كتير ما ظبطتش معايا. ما تخليش اي حد مهما كان يقول لك انت تعرف تعمل ايه او انت ممكن تعمل ايه وممكن ما تعملش ايه. دايما بقول يمكن قصتك تكون مختلفه عني، يمكن الشابترز اللي في حياتك يكونوا مختلفين عن الشابترز اللي كانوا موجودين في حياتي. انا لما بدات ادخل في موضوع التمثيل، او لما اي شابتر او اي قصه في حياتي، مش لازم تكون حاجه سبيسيفيك يعني، من 10 سنين لحد دلوقتي اكيد الامور مختلفه. ممكن تكون الامور مختلفه، ممكن تكون اتغيرت 1%، 23%، 29%، 100%، محدش يعرف. تمام؟ حاول واعمل اللي عليك. لما انا بشير اي حاجه حصلت في حياتي او اي تشابتر في قصتي الكبيره في الحياه، انا بس بديك جزء من الواقع عامل ازاي علشان ما تتخضش. عشان لو حصل معاك نفس الحاجه، لا قدر الله، لو حصلت معاك نفس التجربه السيئه اللي حصلت معايا، ما تتخضش او تحس ان انا لوحدي او الناس جايه عليا او الحياه جايه عليا او الحياه مش ظابطه معايا. لا، هي بس زي ما بيقول ايه، السويل او التربه هي اللي ممكن تكون مش كويسه. ده مش معناه ان انت مش كويس. انت ممكن تكون شخص كويس بس التربه اللي انت واقف عليها او الارض اللي انت واقف عليها صلبه قوي، مش ظابطه معاك، او فيها طينه قوي بتشدك لتحت. ده مش معناه ان انت شخص وحش او ان انت احلامك مش لازم تتحقق، او احلامك مش اسمها ايه، او احلامك مش لجت، او احلامك مش حقيقيه، او احلامك وهميه. لا، احلامك كلها منطقيه وحقيقيه طالما انت عايز تعمل حاجه كويسه لنفسك ولدايرتك ولمحيطك ولاهلك ولبلدك ولاي حاجه. احلامك منطقيه حتى لو عايز تعمل حاجه لنفسك انت بس. احلامك كلها منطقيه ولازم تجرب مره واثنين وثلاثه. انا بقول لك الحاجه السبيسيفيك قوي او الخاصه قوي اللي انا كنت بحكيها في الفيديوهات اللي فاتت، جماعه ده 10 سنين انا قعدت اجرب. انت متخيل؟ مش معنى ان الريزولتس او مش معنى ان النتائج ما كانتش زي اللي في دماغي ده معناها اني خلاص انا اي جيف اب اون لايف، او انا خلاص يعني حياتي مش بتميك سنس، او ان انا خلاص بقى لازم اجيف اب. لا خالص، حاول في حاجه تانية ممكن تظبط الحاجه التانية، ولو الحاجه التانية ما ظبطتش حاول في حاجه ثالثه، حاول في حاجه رابعه، حاول في حاجه 23، حاول في حاجه 29، حاول في حاجه 94. حاول يا حبيبي. ممكن حظك يكون احسن مني بكتير في الجزء ده في حياتك او في الجزء ده في قصتك. زي ما بقول في حاجه دايما بتبقى على في بالي، my scars are not the map، او my scars are not your map. الحاجات اللي مش كويسه او جروحي، يعني لو احنا ترجمه بالظبط، مش هي الماب بتاعتك، او هي مش خريطه طريقك. فاهم عايز اقول لك ايه؟ انا ما خليتش المخرج المشهور ده، كان ممكن حد تاني لو حد ما كانش في نفس المايند سيت بتاعتي او في نفس تفكيري من سنه ونص. لما المخرج ده قال لي يعني انت في التمثيل تمام بس بقول لك ايه، فكك من الكتابه، كان ممكن حد تاني ياخدها بالظبط يقول لا انا فاشل، انا مش عارف ايه، انا ما بعرفش اكتب، انا مش عارف. انا ما خليتش حد مشهور قوي شبه ده وحد بقى فاهم بيكتب هو كمان يدكتيت اللي هو يخليني يعني ادوت او اشك للحظه
في نفسي او في قدرتي. وهو سنه ونص عدت اهو، عايز اقول لك ان ممكن يعدي اسابيع، شهور، سنين، وتبقى انت الصح، وتبقى انت الصح، وما تخليش حد، او ان انت ما خليتش حد مهما كان الشخص ده مين يخليك تشك في قدراتك او في نفسك. ومش معنى اني بشير او بدي الجزء ده او بحكي الجزء ده من حياتي مش معناه ان هو ده اللي هيحصل معاك. انا بس بديك زي رود ماب كده او شويه جايد لاينز عن ايه اللي ممكن يحصل وازاي ممكن تتوقعه وتتعامل معاه.